وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها، وشفيعنا يوم الحساب. أعزائي المشاهدين، تحية طيبة أينما كنتم. ليلة جميلة هنا في ملعب المباراة، وأجواء جميلة وطقس مثالي. من كابينة التعليق تحياتي محدثكم فارس عوض. واليوم لدينا المباراة النهائية لهذه البطولة التحضيرية. على بعد لحظات من الآن فريق باريس سان جيرمان في مواجهة الميرينج ريال مدريد. بطولة تحضيرية رائعة جدا في كل شيء، بداية من الجماهير حتى الاستضافة وجودة كرة القدم فيها، وشيء يجب بأن نشكر القائمين عليه قبل أن تنطلق المباراة النهائية الختامية لهذه المسابقة. يا سلام على بينية من مبابي. في النهاية كرة بتخرج بجوار المرمى، كان واضح بأنها لن تشكل أي خطورة، ولذلك ما شاهدنا أي محاولة للتصدي لها. بينية جميلة، شجاعة كبيرة من الدفاع، يتصدى الكرة. افتك الكرة في المنطقة الخلفية، ودفاع ممتاز. فرصة للعرضية، ما زال يبحث عن المساحة. الله على اعتراض التسديدة، ضغط ناجح في الأمام. استغلال جيد للجناح من الفريق الملكي. ضاعت الفرصة على الفريق، قرر انه يسدد، وكانت الكرة بعيدة، كان ممكن يركز فيها او يعتمد على بناء الهجمة المنظمة. مباراة كبيرة اليوم في نهاية بطولة كأس النخبة الآسيوية. كل فريق يبحث عن تحقيق الفوز ورفع لقب مهم جدا قبل بداية الموسم، من أجل معنويات الفريق، من أجل زيادة الثقة، من أجل تحقيق طموحات الجماهير في الموسم الجديد. البي اس جي وهاجم الآن، الكرة في المرمى، مستحيل. الله على البداية. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. سعادة واضحة على المدرب بهذا الهدف وبهذا التقدم. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. هنالك تركيز كبير عليه بلا شك، الكل مترقب كيف سيكون مستواه وتأثيره في هذه المباراة. يخوض اليوم مباراة خاصة ضد فريق القديم، مواجهة تحمل كثير من المشاعر. الجماهير تتذكر ما قدم عندما كان يحمل شعار الفريق، واليوم تحسن معاملته واستقباله. أكيد مواجهة خاصة تحمل ذكريات، مباراة عاطفية، مشاعر مختلطة. بالتأكيد لا أتمنى بأن يتأثر مستواه بهذه الأمور. أيضا قد نشاهد يقدم مستوى استثنائي بسبب نفس الأمور. إمكانيات الكرة العرضية، عرضية جميلة، غاب من يضعها في الشباك. كرة بتبعد من مناطق الخطر، في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. جناح فاضي أمام نيمار، تسديدة من نيمار. الله على التصدي من كورتوا، بيلعب التمرير أرضية، عرضية إلى العمق. الحارس يخرج بنجاح ويمسك بالكرة.
يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى. لن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. فينالدوم، تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. فرصة كبيرة، الهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة. باريس سان جيرمان وإرسال الكرة بكل سلاسة. تحرك ممتاز من نيمار، حارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة. تدخل غير سليم يستحق بطاقة في رأيي. كرت أصفر على لاعب باريس سان جيرمان بعد هذا الخطأ. لا يمكن الاعتراض والاحتجاج على هذه المخالفة، لأن الإعاقة التي قام بها كانت على قدم اللاعب للكرة. مخالفة ارتكبها اللاعب بعد إعاقة منافسة في توقيت خاطئ. لوكا مودريتش، تصدي سهل من كايلور نافاس. فينالدوم، ملعوبة إلى ميسي. ميسي يخترق العمق الآن من الجناح. كرة باتجاه الحارس يمسكها بسهولة. ماركو أسينسيو، فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. أسينسيو، هذه هي فرصة هدف. تصدي من الحارس، ما زالت الكرة خطيرة. كرة بتتشتت، كرة بتتخلص في الوقت المناسب. كان ممكن يكون فيها كلام ثاني في اللقطة الماضية. الشوط الأول ينتهي 1-0. شوط أول جيد من باريس سان جيرمان، قدموا أداء رائع وتقدموا في النتيجة، وعليهم المحافظة على أدائهم في الشوط الثاني. ليونيل ميسي، تدخل والكرة بتروح. ممكن هجمة مرتدة الآن. كرة خطيرة من على الأطراف. كان ممكن يكون في حلول كثيرة في هذه المحاولة اللي كانت مرتدة، لكنها فشلت في النهاية. في تسريبات وتقارير صحفية تشير إلى أن نادي فالنسيا قريب من التعاقد مع لاعب جديد في الفترة المقبلة. فترة الانتقالات هي موسم عمل هام جدا لجميع وكلاء اللاعبين والانتداب. نيمار وفرصة هدف الآن. الله على التصدي من كورتوا. ريال مدريد على الأطراف بشكل ممتاز. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. مستحيل الكرة في المرمى. هدف التعادل من نصيب الميرينج ريال مدريد. نشوف إعادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة، لكن إنهاء الكرة في المرمى شيء آخر. تعامل مميز مع ضغط الخصم، ومن ثم تسديد المميزة في الشباك. هدف تعديل الكفة. التعادل إيجابي 1-1.
ينطلق يتقدم في هذه اللحظات. نيمار يضرب، اعتراض هنا ينهي الخطورة. الله على هذه المباراة، الاستحواذ المتقارب، الصورة اللي تعبر واللي تعكس التنافس والندية والتقارب الكبير. إثارة حتى الآن نعيشها في أرضية الملعب، أداء هجومي، محاولة هدف التقدم. أوه، كانت هذه فرصة هدف مؤكد، لكن كيلور نافاس في الموعد دائما. تبديل في صفوف البي اس جي. ركنية تنفذ في منتصف ال 18، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. عرضية ترسل من توني كروس، فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. تقدم يأتي في هذه اللحظات، سيناريو سيتغير بالنسبة لكل فريق بعد هذه النتيجة. نتيجة تعطي الأفضلية للفريق اللي تقدم، ضغوطات تتحول على الطرف الآخر. نشوف الهدف مرة أخرى. حقيقة هنا ما تقدر تلوم حارس المرمى، بذل مجهود، حاول أنقذ الكرة في المرة الأولى، لكن كانت المتابعة حاضرة وبالتالي الكرة في الشباك. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. فينالدوم وصلت لميسي، دانيلو بيريرا، مبابي بيرسلها، تصدي ممتاز لحارس المرمى. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة، يتغلب على الرقابة بشكل ممتاز. فينيسيوس جونيور كانت قريبة من الشباك. الله على لقطة لم تكتمل، الفينش في النهاية لم يكن بمستوى التحرك والسرعة في الهجمة المرتدة. تغيير الآن من الطرفين، كل فريق يحاول ضخ دماء جديدة في المباراة. ثلث ساعة فقط تفصلنا عن نهاية المباراة. ليونيل ميسي، تدخل ضعيف من المدرب. حلوة الكرة، كان ممكن التعادل في اللقطة الماضية، ما كانت بعيدة اللقطة، لكن ما زالت فرصة التعادل، البحث عن التعادل مستمر. المدرب قرر إجراء تبديل وهو متقدم في النتيجة. أعتقد أن المدرب يبحث عن دماء جديدة حتى يحافظ على رتم المباراة. رمية تماس، بيرلا ميندي، وصلت إلى ميندي، كرة للتسديد الآن. ممتاز في الضغط العالي، تدخل خاطئ قد نشاهد بطاقة تخرج في هذه اللحظات. انذار على اللاعب سيرجيو راموس. تدخل كان بنزيلاق في توقيت غير مناسب، يستدعي الخطأ بالتأكيد. في اندفاع وتدخل غير شرعي وقرار سليم من حكمة المباراة. الفريق ما يزال متأخر في النتيجة، والمدرب يبحث عن تغيير لهذه المباراة، والآن يدخل لاعب من على دكة البدلاء. تعامل ممتاز من حارس المرمى مع الكرة الثابتة، ما كانت سهلة في اللقطة الماضية. تلعب باتجاه القائم القريب، ابعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة. 8 دقائق ويطلق حكم المباراة صافرة النهاية. البي اس جي يتقدم في محاولة لإدراك التعادل قبل صافرة النهاية. كريم وفرصة هدف الآن، مستحيل
هذا التصدي، أي روعة، أي ردة فعل، أي إبداع، أي حارس مرمى. شايف البدلاء وعمليات الإحماء، مدرب بدأ يفكر في تغيير ودخول لاعب. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء، ركنية لا تستغل، فرصة بتضيع الآن. يا الله، شوف التصدي، حارس المرمى بجنون في هذه اللقطة. بينفذ الركنية، نجح في إبعاد الضربة الركنية. تدخل وكرة تبعد، فرصة الهجمة المرتدة الآن. استعادة الكرة بعد ضغط ممتاز من الفريق. الكرة بتروح من ريال مدريد. الحكم يشير إلى إضافة 3 دقائق كوقت بدل ضايع. كرة بتصبح في سيطرة الفريق المنافس. يتدخل وتخرج الكرة إلى رمية تماس. داني سيبايوس، تتويج مهم ورائع جدا بكأس النخبة الآسيوية، بطولة تحضيرية مهمة للوقوف على مدى الاستعداد وجاهزية الفريق للموسم الجديد، بطولة ترفع الآمال والطموحات في موسم يريد من خلال المدرب والفريق والجماهير الألقاب الرسمية. لحظات خاصة نعيشها في ملعب المباراة، لحظات في منصة التتويج، حلم اللقب، الجماهير السعيدة برفع قائدها لكأس البطولة، تتمنى لو أنها ترفع الكأس معه، لحظات ستبقى خالدة في أذهان عشاق النادي ومحبي الفريق. لحظات كبيرة في الملعب، لاعبون يتوجهون من أجل تحية هذه الجماهير الحاضرة العاشقة المحبة. شوف الجماهير، شوف الثقافة، شوف كيف تقف خلف من يقف خلفها من أجل تحقيق الألقاب. علاقة الجماهير باللاعبين علاقة لن يفهمها أحد سوى مشجعو المدرجات. الآن الفريق يلتقط صورة تاريخية وتذكارية مع البطولة، صورة ستظل في الذاكرة لسنوات، صورة ستتناقلها الأجيال، سيتحدث عنها اللاعبون والأسماء والنجوم، لقطة ستبقى في تاريخ لاعبي الفريق وجماهير.